السلام عليكم، اهلا بكم كل مشاهدين مركز الكرة في كل مكان. اسعد الله اوقاتكم بكل خير. يسعدني ان اكون معكم في اطلاله سريعه، وان شاء الله يعني غير الفيديو دون في فيديو اللي هو تغطيه حصريه للجمعيه العموميه لنادي الزهور اللي انا اتشرف ان انا اكون عضو فيها ان شاء الله بعد المقطع دون. هعملها لكم باذن الله. لكن قبل اي حاجه انا لابس لكم اهو بتاع منتخب مصر اهو الترنج، يعني عشان ما تقولوش بس ايه حد حرمكم من حاجه. الحمد لله قدرنا نلعب مباراه كويسه جدا جدا مع منتخب بلجيكا. وقبل ما انسى وقبل ما اقول مصر وبلجيكا، اللي يشوفني اول مره يفعل الجرس ويشترك في القناه، عشان بص الاوله شرط اخره نور. اتفقنا؟ عشان اجيب لكم فيديوهات كتيره وجميله. يعني انت شفتوا بقى الفيديو اللي انا جبته لكم، البسين بقى ورايا حمام السباحه والحاجات الحلويات دي، حاجات طبعا جميله، مناظر طبيعيه. لا وفي كمان حاجات في الخضره وفي حاجات في جاردينا، يعني هظبطكم يعني هنقدم حاجات كويسه باذن الله. لكن انتوا دعموني، كل ما تدعموني كل ما اجيب لكم حاجات جديده. زي جمال علام يقول لك ايه، لا جمال علام ولا اسمه ايه اللي هو جلال علام، انا بسافر كل مكان في العالم اجيب لكم كل طرائف وعجائب. الله يمسيه بالخير، يعني انسان محترم. ده غير جمال علام رئيس اتحاد الكوره، ده نقره وده نقره يعني، او ده حماده وده حماده تاني خالص. المهم النهارده زي ما الجماهير والرد فعل من الصحافه العربيه والعالميه كبير جدا على ايه بقى، على فوز مصر على بلجيكا 2-1. طبعا رجل المباراه كالعاده محمد صلاح والاسيست، وكان يعني عايز اقول ما شاء الله لعيب عالمي، لعيب عالمي فعلا. كل التوفيق ليه وكل زملائه، يعني حتى تريزيجيه كان في مستوى عالي جدا. مصطفى محمد صاحب الهدف الاول برضو مستواه ما شاء الله زاد جدا مع نادي نانت، وبالتالي ده هينعكس على المنتخب. ولذلك احنا بنقول لجمال علام ونقول اتحاد الكوره ونقول للرابطه، يا جماعه خلوا الناس تحترف، خلوا الناس تحترف يا جماعه، افهموا بقى، خلوا الناس تحترف في اوروبا. شوفوا مصطفى محمد عامل ازاي، مستواه عامل ازاي، كل مره بيرتفع. يعني شوفوا مصطفى محمد وشوفوا امام عاشور وزيزو اللي هم احسن لعيبه دلوقتي في مصر، شوفوا مصطفى محمد اعلى منهم. طيب شوفوا النني رغم الاصابه، شوفوا مستواه كان عامل تريزيجيه. يعني يا جماعه الاحتراف للاعيبه المصريين هيفرق، وخاصه لما يكون لعيب عنده ثقافه وعنده هدف وعنده طموح زي العالمي محمد صلاح. طبعا محمد صلاح عايز اقول لكم معلومه جديده كمان، ان محمد صلاح لما فاز بجائزه افضل لاعب في بتصويت الجماهير في جائزه جلوب سوكر، عدد المصوتين 33 مليون. تخيلوا يا جماعه 33 مليون. قالوا منين بقى 33 مليون؟ من مصر، هولندا، امريكا، الدنمارك، فرنسا، يوغوسلافيا، كرواتيا، كندا، استراليا، فرنسا، سويسرا، اليونان، اسبانيا. كل الدول دي يا جماعه لقوا كام بقى دوله صوتت او ادت صوتها لمحمد صلاح من ضمن ال 33 مليون من الجمهور. لقوا حوالي 74 دولة. تخيلوا 74 دولة، ده أكتر الدول اللي ادت لصلاح 74. لكن في دول تانية، يعني العدد الإجمالي لو هنقول عدد الدول كام كله على بعض توتال فوق ال 114 دولة. شوفوا عالمية محمد صلاح، مش أنا اللي بتكلم عنها. وأنا ليه بقى بقول لكم طاقة إيجابية وليه سعيد اللي صلاح؟ لأنه مصري، خلي بالكم، يعني أي لعيب مصري بيعمل انجاز عالمي احنا بندعمه وبنشجعه، ده المنطق. والناس ما تزعلش من المنطق لما يقول لك احسن لعيب في تاريخ مصر. طبعا يا جماعه الموضوع مش عاطفه، الموضوع ورقه وقلم، ارقام. يعني كل يعني برضه هرجع تاني اقول صالح سليم والخطيب وابو تريكه وحازم امام وميدو وزيدان وهاني رمزي وعبد الرحمن فوزي ومحمد لطيف، ماشي تمام، كل ده فوق راسنا. بس يا جماعه وكان عمرو زكي لما لعب يعني اقصد ايه، اي محترف في تاريخ مصر لا يقارن بمحمد صلاح اللي عمله. يعني انت ما في طب طلع لي واحد من دول مع بعض كده نفكر بصوت عالي. هل حد خد دوري ابطال اوروبا؟ لا. هل حد احرز في نهائي دوري ابطال اوروبا؟ لا، غير محمد صلاح. يعني انا بقول لك بس عشان انت بتقارن، انا بقارنك بانجازات محمد صلاح. هل في حد لعب 3 مرات نهائي دوري الابطال اوروبا شامبيونز ليج؟ لا. خلاص ما تجيبولوش ناحيه صلاح. هل في واحد مصري فاز بالكره الذهبيه افضل لاعب في افريقيا مرتين؟ وكان المفروض دي 4 مرات لولا اللي هنا ابو ريده ما دعموش. ليه هنا ابو ريده ما دعموش؟
هقول لكم بقى التفاصيل في مقطع تاني ده لوحده، اللي هنا ابو ريده ليه ضد محمد صلاح. هقول لكم القصه لان باينه وواضحه ومش عايز يعني، لكن هقول لكم التفاصيل وعلى مسؤوليتي. ليه ضد محمد صلاح هنا ابو ريده وما دعموش السنتين اللي قبل كده، اللي ما تقدمتش فيه جايزه فرنسا فوتبول او في الاتحاد الافريقي افضل لاعب في افريقيا؟ كان محمد صلاح هو نمره واحد. لكن هنا ابو ريده مش كسل. هبقى اقول لكم ايه السبب السر اللي هنا ابو ريده كان المفروض محمد صلاح ياخدها اربع مرات. وهقول لكم القصه دي بالتفاصيل في مقطع لوحده، الموضوع كبير جدا هشرحه لكم بالظبط تفصيليا او حرفيا زي ما بنقول. طيب محمد صلاح لما 114 دوله تصوت له، منهم 74 عامله ارقام كبيره جدا وتصويت عالي جدا لمحمد صلاح، يقولوا اللي هو احسن لاعب في العالم، اللي هو اصلا خد ثالث احسن لاعب في العالم السنه دي، وقبل كده ثالث احسن لاعب، وقبل كده خامس، وقبل كده رابع، وقبل كده سادس في بلون دول وفي ذا بيست. يعني معنى كده اللي هو فعلا يا جماعه ده مش كلامي، ده لعيب عالمي. ما هو انا برجع تاني وبقول اللي دي حاجه فخر لينا. ما هو ليه بقى مش يقول لك فخر العرب؟ لا ده مش فخر العرب، ده فخر العالم والله، وفخر افريقيا. لما يكون لعيب بالاخلاق ده. شوفوا هازارد قال ايه على ايه النهارده، احنا كسبنا بلجيكا 2-1 يا جماعه، الدنيا كلها رد فعل. ذا صن وماركا الاسبانيه وبتاع بيقول ازاي ان منتخب مصر ما يكونش في مونديال قطر 2022. وده مش كلامي، كل الصحف العالميه. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قال خسارة لمونديال قطر اللي ما يكونش لعيب زي محمد صلاح موجود. طب يا ما انت افنتينو يا باشا، افنتينو ولا اقول لك بتاع محمد سعد بتاع الفيلم، ما انت كان عندك ممكن اللي انت تعيد المباراة مع السنغال. وعلى فكرة بقى انا بقول لك يا افنتينو، وبقول لكم يا اللي في قطر، السنغال مش هتوصل وهتطلع من الدور الاول، وانا بقول لكم كده، انا بقول لكم الكلام ده. اللي هيطلع من المجموعة الاولى اول هتطلع هولندا، وتاني قطر، او قطر الاول وهولندا تاني، المهم هيطلعوا، والسنغال تالت او رابع، مش السنغال تالت مش هتوصل. فكان الباب الاولى اللي انتوا بدل الناس بتتكلم على فساد الفيفا وفساد الاتحاد الافريقي، كان الاولى اللي انتوا تقولوا لفاطمه زموره اللي هي الامين العام بتاعت الاتحاد الدولي، اللي هي اقوى من هنا بريده داخل الاتحاد الدولي وفي افريقيا، هي وفوزي لقع المغربي، كان المفروض تتعادل مباراه في ارض محايده او حتى في السنغال بحكام اجانب. وربنا يسامحك يا مصطفى غربال، ربنا حسبي الله ونعم الوكيل فيك. كل الناس بتقول كده في مصطفى غربال، اللي انت ما طردتش لعيب السنغال الماتش اللي هناك، وكان في ضربه جزاء لمصر. فكل الناس بتقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مصطفى يا غربال. ولذلك كان ربنا رده ان الجزائر خسرت على ارضها من الكاميرون وما وصلتش لكاس العالم. اللي بيعمله مصر، المنتخب مصري، كل العالم النهارده بيتكلم بيقول ازاي المنتخب دون بمحمد صلاح ما يلعبش في كاس العالم وفي فرق اقل منه. الكلام ده تقولوا له لإيفنتينو اللي رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي اللي امتنع عن اعاده مباراه مصر والسنغال. انا كده خلصت النهارده، وان شاء الله نلتقي في اطلاله جديده مع اسرار وكواليس مع مين؟ ملك الكوره. برافو عليكم، سلام.